أهلا بكم أعزائي المتتبعين، سعداء جدا بأننا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك. كان رحب بكم أعزائي المتتبعين مباشرة من استوديو كاب راديو بمدينة طنجة. كتمنى لكم صباح مبارك. اليوم غادي ينورني الدكتور أنس القريني، طبيب أسنان، اللي غنتكلموا معاه على واحد المشكل شائع كيعانيو منه بزاف ديال الناس، وهو التهاب اللثة. نبغي نفكركم دائما اعزائي المتتبعين، يمكن لكم تبقوا على تواصل دائم معنا عبر موقعنا الالكتروني على www.capradio.net، وتشوفونا ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك على كاب راديو ماروك، وعلى انستغرام على كاب تي في. إذا المشكل ديال التهاب اللثة هو مشكل كيعاني منه بزاف ديال الناس، واليوم إن شاء الله مع الدكتور أنس القريني غادي نعرفوا شنو هو هذا المشكل، الأعراض ديالو، أيضا الطرق ديال العلاج أو كيفاش كنقدروا نعالجوا هذا المشكل. دكتور أنس أهلا بك. صباح الخير أستاذ عائشة. مرحبا بك. شرف لي أنني معكم. مرحبا بك، شكرا بزاف. وصباح النور المستمعين الكرام. مرحبا بك دكتور. إذا دكتور، كيف ما قلت اليوم غنتكلموا معك على واحد المشكل مع الأسف شائع عند بزاف ديال الناس، ولا أغلبية الناس كيتعرضوا لهذا المشكل هذا اللي هو الالتهاب ديال اللثة. قبل ما نعرفوا الأسباب ديال هذا المشكل نبغيو منك تعريف. ملي كنقولوا شخص كيعاني من هذا المشكل، مناش كيكون كيعاني دكتور؟ التهاب اللثة هو واحد الحاجة اللي شائع عند أغلبية الناس. ما كاينش واحد عندنا في عائلاتنا ولا في الدار عندنا ما عندوش واحد الحاجة، واحد لو سيمبتوم اللي ضروري ما كلنا كنردوا ليه الانتباه، اللي هو شنو هو أن اللحم ديال السنان ملي كنغسلوه، هذه سي زعما طريقة سهلة باش نحددوها. ملي كنغسلوه كيدوز بالدم. هذه كنا كنسمعوها، كنا سمعناها، كل الأغلبية ديال الناس كطرى اليوم. دونك التهاب اللثة هو احمرار للثة، وكيكون انتفاخ اللثة، يا إما موضعي يا إما كيكون بشكل عام ومنتشر في الفم. بالنسبة للفك السفلي والفك العلوي ولا الفكين معا. يعني اي حد كيغسل سنيناتو كيدوزو بالدم او كيهبط منهم الدم، دونك كيعاني من التهاب اللثة. هذا هو اول نقطه ندوي عليها، واللي منتشر واللي سالوا اللي كنا ردينا لها الانتباه في حياتنا اليوميه، لا من خلال الاقارب ولا من خلال واضح. نورمالمون اللون ديال اللثة ما كيكونش احمر، لا كيكون وردي فاتح. وردي فاتح. ملي كيولي عندي انا اللون ديال اللثة احمر يعني ولا ارجواني، فهادو اعراض ديال الالتهاب. واضح. دونك هنا التهاب اللثة فيه تغير في اللون، تغير في الشكل ديال اللثة. هادو هما لي بروميي كتنفخ، فوالا لي بروميير شوز اللي كون كونستات ملي كنكونوا كنغسلوا قدام المرايه الصباح ملي كنفيقوا. بوي من بعد كيجيو حوايج اللي كتجي واحد الاعراض اخرى، كتكون لا ليتوز اللي هو الريحه الخيبه، هي الرائحه الكريهه كتكون. بوي عندنا عاوتاني كاين الصباح ملي كنفيقوا كنلقاو ان اللعاب ديالنا فيه شويه غوزاتر، شويه ديال الدم. وي هذيك الرائحه الكريهه ان اللي كيكون كيتحدث معنا من الاقارب ولا من الناس اللي خدامين معنا، ولا بون سا ديبون دو لاج، كتلقى بان الناس كتعطيك ان سيغتان ريكول، كترجع شويه اللور، كتبعد منك، لان الرائحه كتكون جد صراحه كريهه وجد مزعجه. وهادو هما لي سيمبتوم دو باز، الاعراض اللي الانسان قد يرد ليها الانتباه. ملي كيكونوا عندي انا هاد الاعراض اش خصني ندير؟ قبل ما نقولوا اش خصني ندير نهضروا على الاسباب علاش كيوقع لنا هذا المشكل دكتور ديال التهاب. اول سبب اللي من خلال تجربتنا المهنيه، اول سبب كيكون هو ما كاينش الالتزام والانضباط في التنظيف ديال الاسنان. هذه بعدا شوف، هذه مساله مفروغ منها كطبيب اسنان. الناس ما كتواظبش بطريقه منتظمه يوميه 3 مرات في اليوم كنغسلوا سناننا من بعد كل وجبه بطريقه اللي هي صحيحه، اللي كيعلمها لينا طبيب الاسنان ديالنا. وكنحترم واحد المعايير ديال النظافه اللي هي خاصني الادوات باش ننظف، اللي هي فرشاه الاسنان والمعجون الاسنان وغسول الفم، زائد الخيط، زائد لي ميني بروسيت، هما واحد الفرشاه الاسنان صغيورين اللي كنديروهم ما بين السنينات باش كينقيو لينا مزيان بقايا الطعام فوالا ما بين السنان. وهذا الشيء خصني نديرو انايا بصفه اللي منتظمه ونحافظ عليه يوميا، ما بين كنفطروا كنتغداو كنتعشاو،
دونك المنطق اش كيقول لي نغسل من ورا الفطور، من ورا الغداء، من ورا العشاء. هذا من جهه. دونك النظافه كتساهم في الوقايه، هي اول عامل الا هملناه ف كتبان لينا هذا المشكل ديال التهاب هذا هو اللثة. اول سبب. عاد كيجيو الاسباب au niveau de la dentition ou le plan ou l'occlusion اللي هي شنو هي؟ هو الموضع الاسنان. علاش الناس كتمشي دير التقويم؟ علاش؟ لان كنقوموا سنيناتنا كنرجعوهم في هذاك لارك، في هذاك القوس باش كيتصافوا كيوليو زوين، كيعطيونا ضحكه زوينه. دونك اوتوماتيكمون هذيك العمليه هي صحيه للثه. اعوجاج الاسنان والتموضع ديالهم خارج هذاك القوس اللي ديال الفك، فهو بحد ذاته كيشكل ليا عائق داكور، يعني كيكون من العوامل من العوامل المحفزه وي الالتهاب اللثه. و كيعطينا كيعقد ليا حتى الماموريه ملي كنكون كنظف، لان الفرشاه الاسنان وميم لي ميني بروسيت ولا الخيط ملي كيكون عندي لونكومبغمون دونك السنان معوجين ما كيتنقاوش مزيان. دونك اوتوماتيكمون كتكون عندي لا بلاك، هذاك لو بيوفيلم كيتكاثر، البكتيريا الهوائيه كتكاثر بزاف، وكندوز من الالتهاب. لان الالتهاب اللثه كاين انواع، ولا كما كنقولوا كاين دي زيتاب. كاين الالتهاب اللثه اللي بدينا به هو العادي، وهذا عاد من بعد المضاعفات ديالو ملي كيولي عندي التهاب اللثه غادي لواحد الايتاب اللي كيزيد يدخل لداخل وكتزاد لا بلاك تكون، كيولي عندي واحد الجيوب. هاد الجيوب اش كدير؟ جيوب في اللثه، جيوب في اللثه ما بين اللثه وما بين العظم ديال السنه، والعظم اللي كيدعم السنه. دونك الانسجه الداعمه للسن كلها هذاك الجيب اش كيدير؟ كيبدا يكون واحد لو شون اللي معسكر ديال البكتيريا. هذيك البكتيريا كتبدا تنتج في الاحماض ديالها، دونك اوتوماتيكمون يعني تلقائيا كيبدا الهدم ديال دوك الانسجه الداعمه. هنا كندويو على البيريودونتيت، كنخرجوا من على بارودونتيت عفوا، كنخرجوا من الجنجيفيت من التهاب اللثه وكندوزوا للبارودونتيت اللي يعني السقوط ديال الاسنان تقريبا كيكون مازال ما دويناش على سقوط الاسنان دابا، يلاه دزنا للبارودونتيت. دونك البارودونتيت حتى هي فيها مراحل اللي كتفاقم فيها الوضعيه ديال الحاله. دونك الى ما استشرناش وما مشيناش عند الطبيب ديالنا في الوقت المناسب اللي هو ظهور الاعراض اللي دوين عليها الاول اللي كتكون بيلا لي طاب الاول ديال التهاب اللثه، يعني كاين ما يتعتق. ملي كنوصل لي بارودونتيت الالتهابات الانسجه الداعمه للسن، تما كيولي العلاج معقد، وكيولي كندخل في واحد السفير ديال الفرضيات. هاد السنه واش شاده باقا شاده مزيان، واش عظمها مزيان، واش العظم مشى. كنعبروا هذوك الجيوب، كنعبروا شحال عندي ديال العظم اللي داب، واش كاين امل انني نحافظ على دوك السنان ولا خاصهم يتحيدوا. دونك هذه كفكره عامه على شنو هو التهاب اللثه ولاش كيقد يؤدي، واللي كما ذكرتي يا استاذه عائشه هو ان كيؤدي لفقدان الاسنان. كيؤدي لفقدان الاسنان وهذا شائع، فهمتي. بيان سور كل الفئه العمريه كتلعب دور. الناس اللي كل ما كبر الشخص كل ما خاصو يكون جد 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 هذا ضابط اموره، مواظب يعني على غسيل الاسنان والاستشاره عند طبيب الاسنان. وهذا زعما من النقاط المهمه اللي خصو يركز عليها المستمع الكريم يشدها مزيان. واضح دكتور. لكن في العموم يعني ملي كيغسل الواحد سنانو كيلقى اللثه ديالو كدوز بالدم او السنان ديالو كيهبطوا الدم، هذا اول اعراض ديال التهاب اللثه. دونك هنا خصو يمشي يشوف مشكل، لانه ماشي حاجه عاديه، لان كل شيء ملي كيغسل سنانو كيدوز بالدم، وهذا ماشي طبيعي. خصنا ملي نغسلوا سناننا ما يكونش ما خاصهاش تدوز بالدم. واضح دكتور، واضح. نتكلموا معاك على وقلنا فيها مراحل هذا المشكل ديال التهاب اللثه، ياك حتى كنوصلوا دينا بالمرحله الاولى ودزنا دوينا شويه على البارودونتيت، على المرحله الثانيه والثالثه اللي معقدين. واضح دكتور. نتكلموا معاك على التشخيص ديال هذا المشكل هذا مباشره. كتعرفوا بلي الشخص عنده هذا المشكل ياك دكتور؟ بالفحص السريري كتعرفوا. اول حاجه اللي كان من الحوايج الحوايج اللي كنصح بها المستمع الكريم هو ملي كيبداو يظهروا عندي هذه الاعراض ضروري ما نزور
طبيب الاسنان ديالي. واخا ما تقول السنه كتحرقني ولا حتى شي حاجه. لا اون فوا يبدا عندي كنغسل سناني يدوز الدم نمشي عند طبيب الاسنان. وزياره طبيب الاسنان هي من الاحسن انها تكون بصفه دوريه، يعني 2 مرات في السنه. وطبيب الاسنان اش كيدير كنديروا واحد لو نيطواياج بروفيسيونيل فيه هذاك لو ديتارتاج، كنديروا لو ديتارتاج بلوس ان بوليساج. دونك كنحيدوا داك البيوفيلم، دونك كنزيدوا نساعدوا المريض او المعايد وكندعموا ليه هذيك النظافه ديال الفم ديال الاسنان وديال اللثه. وهو ملي كيواظب لي انا هذيك المده ديال 6 شهور كيغسل ومهلي في سنانه وفي الصحه ديالو، كيجي عاوتاني المره الثانيه. دونك بحال عندنا 2 استشارات في العام. داكور. هذيك الساعه كنديروا تقييم ديال النظافه ديال الفم وديال الصحه ديال الاسنان واللثه. هذا من جهه. دونك الفحص السريري ملي كيجي عندي المريض كيجي بهذه الجمله معروفه. هنا بعدا في المغرب عندنا معروف، كنت يا دكتور كنغسل سناني راه كيدوزوا لي بالدم. هذه كل شيء كيقولها جميع اطباء الاسنان، راه هذا راه اللي كيسمعونا راه غادي يتفقوا معايا في هذه. دونك كيجي كيقول لك راه غسلت يا دكتور، راه كنغسل سناني، راه بدلت، كيقول لك بدلت لا بروصه يلاه كيبدلتها وكنبدلها كل شهرين، ومع ذلك كيدوز سناني بالدم. تما كيبدا الفحص السريري. الفحص السريري كيكون عندنا لا كونسلطاسيون، كنشوفوا كناخذوا ملاحظات والعينات اللي كاينين عندنا في سور لو شون اوبيراتوار ديال اللثه والجهه اللي كيتشكى منها المريض. زائد كناخذوا الفحص بالاشعه باش نعرفوا واش هذاك الالتهاب هو غير او نيفو ديال النسيج الرخو اللثه ولا ضاعف، ولا تكونات عندي جيوب، وهذيك الجيوب قاست ليا كما سبق لي ذكرت واشرت، قاست ليا اللوس الفيولير وانسي دوز. يعني مضاعفات، دخلنا في المضاعفات ديال التهاب اللثه. وكنشوف عاوتاني من المعاينه كنشوف واش ان اللثه في الموضع ديالها صحيح ولا بدا عنده انحسار ديال اللثه، بدات اللثه كتهرب على الجدر. دونك هنا الفحص والتشخيص الحاله كيساعدني في تحديد طرق وسبل العلاج، وكيساعدني ان حتى في التواصل مع المريض انك كتفسر ليه شنو اش خاصو يدير واش خاصو ما يبقاش يدير. ما يديرش. داكوغ، واضح دكتور. بالحديث على العلاج نمروا مباشره للعلاج. كيتعالج هذا المشكل يعني الالتهاب اللثه كيتعالج، حتى لي كومبليكاسيون ديالو اللي دوينا على الباردونتيت والمضاعفات حتى هما كيتعالجوا على حسب الحاله وتشخيص الحاله. كاين اللي كيتعالج غير كتعالجوا اللثه بحد ذاتها، ماشي كتعالجوا مثلا السنه. انت ملي كندويو على التهاب اللثه حنا باقيين في اللثه. دونك كنديروا لو ديتارتاج، كنحيدوا هذاك لو بيوفيلم ولو كالكير اللي تكون، وكنحاولوا نرجعوا اللثه انها ترجع في لا كونجونكسيون، انها تعود ترجع للبلاصه الموضع ديالها الطبيعي والصحي، انها كتلصق فين؟ كتلصق لينا على الجدير ديال السنينه، كتغطيه داكور وكتدور به وكتوصل حتى لو كولي ديال لادون، وكتعطينا باش داكشي واش كتعطينا واحد التجانس زوين ما بين اللثه والسنه. ملي كتركزي فيهم كتعطيك واحد الكولي زوين غوز، وكتمشي عندي السنينه بيضاء طالعه. واضح دكتور. هذا هو واضح دكتور. دونك من المهم الناس يعرفوا بلي اللثه حمراء كتعني التهاب في اللثه. اللثه تكون في الغوز وردي فاتح. داك واضح ان غوز كلير زوين. واضح دكتور. تكلمتي على ايضا من طرق الوقايه او النصائح اللي ممكن تقدمهم لنا دكتور، هو نغسلوا السنان ديالنا بالطريقه الصحيحه اللي قلنا لنا الطبيب ديالنا. شنو هي الطريقه الصحيحه؟ شوف، الوقايه خير من العلاج، هذه اهم نقطه. صحيح. جميع المشاكل الوقايه خير من العلاج. صحيح. عندك غير قبل ما ندوزوا لهذا، عندك عاوتاني كاين بعض الامراض المزمنه وبعد الفترات اللي كتعطينا التهابات اللثه، هذه ضروري ما نشيروا ليها قبل ما ندوزوا الفقره لوطر كيسيون. دونك عندك مرضى السكري ضروري ما ينتبهوا لصحه اللثه ديالهم وصحه الفم والاسنان. هادو واش كيكون سو سون دي كا و دي مالاد اللي خاصهم يعطيوها اهميه كبيره. مرضى السكري يمشي الا كنت انا كندوي على ان الانسان العادي يمشي عند الطبيب ديال الاسنان الاستشاره مرتين في السنه، فمريض السكري خصو يمشي اكثر. علاش؟ لان اللثه عند مريض السكري والانسجه
هذا بون لحم السنان كيكون ديما الي سونسيبل للبكتيريا، محسس اكثر او حساس معرض اكثر. معرض اكثر. علاش؟ لان مريض السكري اصلا كيكون عنده نقص مناعاتي. صح. دونك مفهوم هذا. دونك من الاحسن انه يحاول يمشي عند الطبيب ديال الاسنان ديالو. هذوك المعايده عند طبيب الاسنان تكون بواحد الوتيره اللي هي منظمه اكثر من 2 مرات، يعني اكثر من 2 مرات. وضروري يبقى يدير لو ديتارتراج على حساب الاستشارات ديال الطبيب ديالو ضروري. عندنا المراه الحامل، فتره الحمل المراه كتعرض لبزاف ديال هذا التغيرات الهرمونيه. دونك هاد التغيرات الهرمونيه كتادي بها انك، وهذو الاغلبيه ديال العيالات راه غادي يتفقوا معايا في هذه القضيه هذه، انا ملي كيكونوا حاملات امور الولاده الحم السنان كيكون الحم السنان كيمرض بزاف، تا هما خاصهم يتابعوا هذه القضيه بالتنسيق مع الطبيب ديالك ضروري. والطبيب اطباء الاسنان راهم راه الاشاره ديال المريض. وكنظن بان هاد الا كان المريض كوبيرون مع طبيب الاسنان ديالو فكتساهم في الوقايه، يعني حلول كتساهم في الوقايه. والوقايه هذا من اهم النقط اللي قد ندخلون في الوقايه. يعني جوج ديال الناس او كاينه فئه اخرى، يعني كاينين فئات اخرى، مي هادو هما اللي المراه الحامل ومريض السكري. هادو جوج خاصهم ضروري هما والطبيب ديالهم يكون عندهم واحد بحال ان كاي دو شارج ولا خريطه الطريق اللي غادي يبقاو خدامين عليها. يعني بحال هكا كيحافظوا على اسنانهم. اللي كيتهلا في اسنانه مزيان من المرضى السكري راه كتكون نتيجه جيده. واضح. من الاهمال كما كان وكنعاود نشير الاهمال واش لا بالنسبه للانسان اللي ما مريضش ولا اللي عنده مرض مزمن واش فهمتي، ولا عنده ظروف خاصه، راه الاهمال عند كلا الصنفين راه كيؤدي المشاكل. واضح. نرجعوا للطريقه الصحيحه كيفاش نغسلوا الاسنان ديالنا بواحد الطريقه الاسنان ديالنا اهم حاجه. لان فعلا كتلقى الشخص كيقول لك وانا كنغسل اسناني وعندي هذه المشكله، او انا فعلا مواظب وكتلقاه فعلا مواظب على غسيل الاسنان ديالو كيلقى عنده مشكل. دونك هنا كنرجعوا للاستشاره ودور طبيب الاسنان. فاش طبيب الاسنان يلتونكادر هذيك الاستشاره اللي كندير. نقدر ندير استشاره عن طبيب الاسنان انه يعطيني فرشه الاسنان الملائمه للحاله ديالي، زائد معجون الاسنان الملائم للحاله ديالي، وغسول الفم الملائم للحاله ديالي. لان علاش معجون الاسنان وغسول الفم راه كاين انواع. كاين معجون اسنان اللي خاص اللي فيه فلوريد، اللي خاص بواحد العينه ديال يعني كيحل لنا مشكل معين. كاين غسول الفم اللي كيدار الالتهاب اللثه، كاين غسول الفم اللي كيدار لتقويه من الاسنان. فرشاه الاسنان وكذلك هذوك الشعيرات ديالها كاينه اللي كتكون ناعمه، كاينه اللي كتكون متوسطه هذا النعومه، وكاينه اللي كتكون خشنه ريجيد. دونك هنا اللجوء لهذيك الاستشاره عن طبيب الاسنان كتعطيني واحد الطريقه سليمه. لاش؟ انني نتقن تقنيه غسيل الاسنان، وتا طبيب الاسنان كيوريك كيفاش تغسل. عندنا تقنيه غسل الاسنان خصها تكون تقنيه صحيحه. هو اننا كنمشيو دابا حنا سور لا راديو، دونك غادي نحاول نفسرها فيربالمون. دونك ديما نمشيو من لو غوز الابيض كما كنقولوا، كنبدا من اللثه ونهبط، لا من اللثه ونطلع الابيض للسنه. كوم صا بحال كنشطب جيفاكو فيغ لو فيد الفراغ، كنحيد بقايا الطعام، كنحيد يعني من تحت للفوق، من تحت للفوق بالنسبه بحال الفك السفلي والفك العلوي من الفوق للتحت، من الحمر للابيض ومن الغوز للابيض ومن الغوز للابيض. على سطوح الاضراس كندير حركه دائريه. دونك كندير حركه دائريه كوم صا لان سطوح الاضراس اللي شفتهم كيكونوا فيهم بحال عندنا بحال اون كريت. دونك باش كيجي سهل انني نقيهم كندير حركه دائريه. فوالا من الداخل عاوتاني ديال السنان حتى هو كنمشي بلو ميم برينسيپ بحال برا، كنبدا من الحمر للابيض، من لو غوز للابيض. هذه التقنيه. عاوتاني كنضيف عليها غسول الفم وكنضيف عليها لا ميني بروسيت. هاد لي ميني بروسيت
اللي ضروريين ولا ضروريين بزاف. علاش؟ لان كيحيدوا ليا الملقى ديال السنه والسنه، يعني ديك الفراغات كينقيوهم وكينقيهم ليا مزيان. داك وكنزيد الخيط داك. لو فيل دونتير هادو، وكنحاول الخيط ما حتى بزاف يمكن. الناس ما كيعرفوش يستخدموا الخيط، فكيخافوا كيقولوا اللهم بلاش. طبيب الاسنان يعلمهم، كيوريك كل شيء. هذا هو الهدف من الاستشاره. واضح. وعندك فرشاه الاسنان ما كتعداش ما بين شهرين 3 شهور، غون ماكس 3 موا. كنغيرها شاك 2 3 موا، ضروري تغير. و من وراء كل وجبه نغسل. هادو سو سون لي نوسيون دو باز اللي كل واحد فينا خصو يكون ضابطهم. وكنزيد عليهم الاستشاره الدوريه عند طبيب الاسنان، ونتمنى من الله السلامه. واضح، ونحافظوا على السنينات ديالنا والسنينه وضحكه زوينه للمستمعين الكرام. واضح. شكرا لك دكتور انس القريني اليوم على هذه المعلومات القيمه كلها اللي زودتينا بها بخصوص الموضوع ديال التهاب اللثه. شكرا لك دكتور. شكرا لك استاذ عائشه، الله يكثر خيرك. مرحبا. اعزائي المتتبعين، كان معنا الدكتور انس القريني طبيب اسنان. اليوم تكلمنا معنا على المشكل ديال التهاب اللثه. كنتمنى لكم يوم مبارك اعزائي المتتبعين. وصلت بكم نهايه حلقتنا لليوم. كنشكر جميع الضيوف اللي نورونا وشرفونا في الحلقه ديالنا، وايضا يوسف الشنواني في الاخراج والهندسه الصوتيه. كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه. كنضرب لكم موعد ان شاء الله اليوم غد في نفس الساعه من دابا تما. كنتمنى تبقوا في افضل واحسن الاحوال. كنت معكم عائشه شحموطي وراء الميكروفون. في امان الله.